لو عمرك ركبت هورنت أو حتى سمعت صوته وهو على RPM عالي، أكيد حسيت الإحساس اللي بيخلي ملايين الناس حوالين العالم ومنهم مصر يحبوا الموتوسيكل ده. بس اللي ناس كتير ما تعرفوهوش إن الهورنت ده مش مجرد موتور 600 سي سي، ده آخر فروع شجرة بدأت من سنة 69. الشجرة اللي حولت العالم كله بموتوسيكل اسمه CB 750. النهاردة هحكي لكم قصة كاملة من الجذور العميقة لحد آخر ورقة في الشجرة. قصة 50 سنة من التطور والهندسة والقوة والتوازن. قصة الهوندا هورنت. في سنة 1968 في معرض طوكيو، هوندا كشفت عن موتوسيكل غير شكل الصناعة كلها، اسمه هوندا CB 750 4. في الوقت ده معظم الشركات كانت لسه بتبيع 250 و 350 سي سي، وكانت فكرة إن راكب عادي يبقى عنده موتوسيكل عليه موتور انلاين 4 ده حاجة أشبه بالخيال. بس ساعتها الCB 750 كان أول مرة بيحصل فيه التالي، إن هو أول موتور انلاين 4 ينتج للجماهير، وأول ديسك بريك، وأول سوبر بايك يقدر يمشي بثبات فوق 140 كيلو، وتصميم أنيق وصوت ميكانيكي نظيف جدا، وموتوسيكل سهل ومبهر في نفس الوقت. الهوندا CB 750 ما كانش مجرد موتوسيكل، ده كان بداية مدرسة كاملة، مدرسة الCB، مدرسة النيكد الرياضي، مدرسة التوازن ما بين القوة والراحة. الموتوسيكل ده باع أكتر من 400 ألف وحدة، والموتوسيكل ده كان أصل السلسلة الكاملة اللي اسمها عيلة الهورنت. بعد نجاح الCB 750 هوندا بدأت تبني عيلة كاملة، الCB 400 وال500 و650 والCB 900. كل واحد فيهم كان ليه شخصية مختلفة. مثلا ال400 كان عملي وخفيف، وال500 كان في النص، وال650 بدأ يبقى رياضي، وال900 بدأ يقرب من السوبر بايكس. بس كلهم كانوا مشتركين في نفس الحاجة: مواتير ناعمة جدا وصوت جميل والسواقة بتاعته سهلة والسعر في المتناول. لحد ما جه وقت الناس كانت محتاجة فيه لحاجة تانية. في التسعينات كان في موتوسيكل ناجح جدا اسمه CBR 600F، خفيف ورياضي وناعم، بس وضعية السواقة بتاعته ما كانتش مناسبة للمدينة وما كانتش أفضل حاجة. وعلى فكرة الموتوسيكل ده أنا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، ياريت تشوفوه. هوندا ساعتها سألت نفسها، طب هو ليه ما ناخدش الموتور بتاع CBR ونعمل بيه نيكد بايك، يبقى خفيف وممتع وفي نفس الوقت عملي. ومن هنا اتولدت أول هوندا هورنت 600 سنة 1998. والجيل الأولاني للهوندا هورنت من سنة 98 لحد 2006 كان بينزل بموتور 600 سي سي، الموتور بتاع CBR 600F، وكان بيطلع 98 حصان و66 نيوتن متر عزم، وكان دبل هيد اوفر كام، وكان 4 سلندر انلاين 4. والموتوسيكل ده طبعا كان كربراتير، ومن نوع المواتير اللي هو بيحب الRPM عالي. والعفشة والشاسيه بتاعه كان بينزل بمساعد أمامي تقليدي عادي مش مقلوب، وكان المساعد الخلفي ينفع تعدله، كان adjustable، وكان الشاسيه بتاعه ستيل. وبالنسبة لوزنه الجاف كان حوالي 178 كيلو. والفرامل بتاعته أول كام سنة كان بينزل بديسك بريك واحد بس، بعد كده بقى ينزل ب2 ديسك بريك. والشكل والتصميم بتاع الهوندا هورنت طبعا مشهور بالراوند هيدلايت بتاعه، الفانوس المدور، وكان الشكمان بتاعه عالي طالع من الجنب عالي كده، وكان التانك بتاعه كبير والشكل بتاعه كلاسيكي، وما كانش فيه أي إلكترونيات طبعا. والموتوسيكل الهورنت هو عنده شخصية، هو موتوسيكل بيفرض احترامه من غير ما يتمنظر. هو سهل جدا جوه المدينة وممتع على الطرق السريعة، وصوته صوت وحش فوق 10,000 RPM. وطبعا بايك سريع ومريح جدا وبيعمل كل حاجة بكل بساطة. بالنسبة لمشاكل الجيل الأول ما كانش فيه مشاكل صعبة، يعني هو كان مثلا ممكن تلاقي الكرباتير محتاج يتنضف، وإن العفشة الأمامية بتاعته بيزك جدا، وإن استهلاك البنزين بتاعه ممكن يعلى لو أنت دوست عليه بزيادة. ومع ذلك كان يعتبر من أكتر المواتير اعتمادية في الفئة بتاعته. ليه الجيل ده كان ناجح؟ السعر الكويس جدا بتاعه، قطع الغيار الكتير المتوفرة في أي حتة وأي ميكانيكي بيفهمه، والتعديلات عليه سهلة جدا، والبالانس بتاعه ممتاز جدا. وده اللي خلى الهورنت ينتشر جدا في كل العالم وفي مصر كمان. في موتوسيكل كده عبارة عن وحش هادي محدش اتكلم عنه كتير، الهورنت 900. في بداية الألفينات الناس كانت بتجري على سوبر بايكس
زي 954 والفاير بليد وهنا وهناك. بس هوندا كانت شايفة حاجة تانية محدش كان واخد باله منها، إن مش كل راكب عايز يمشي على 260، ومش كل حد عايز يمشي منحني على التانك بتاع الموتوسيكل. في ناس عايزة قوة وترك ومتعة بس من غير عقاب. وهنا ظهر الهورنت 900. الموتوسيكل ده عامل زي الفهد، قوي وسريع بس مش لدرجة الهستيري. الموتور بتاعه 919 سي سي من الفاير بليد نفسه، بس من غير التعصب بتاع الار. التورك بيجي من بدري، والموتور بيشدك من تحت كأن حد بيزقك بإيد تقيلة. تخيل مثلا تبقى ماشي على 40 أو 50 وتفتح بنزين، تلاقي الموتوسيكل بيقولك أنا مش مستني RPM، أنا جاهز دلوقتي. والجميل إن هو رغم حجمه الهورنت 900 كان سلس جدا، تمشي بيه في المدينة وأنت مبسوط وتطلع بيه سفر، ده المجال بتاعه. ومع ذلك أي حد ركبه هيقولك ده واحد من أكتر الموتوسيكلات اللي اتظلمت في هوندا. نيجي بقى للجيل التاني من الهورنت 600. في سنة 2007 هوندا كانت جاية تعمل حاجة جديدة، مش هورنت عادي، بس هورنت من دم CBR 600RR. كل اللي كان راكبه بيقول ده مش موتوسيكل نهائي، ده كاوتش ملزوق في موتور سباق. أول ما تركب الجيل التاني ده تحس إن الموتوسيكل أخف من اللي قبله، وأسرع في الاستجابة، وصوته أعلى. وهنا المتعة في إيه؟ إن الشاسيه بتاعه أخف، والتانك بتاعه منخفض شوية، والمركز الثقل بتاعه نازل لتحت عشان هم خلوا الإكزوست بتاعه تحت شوية، وبيخلي جسمك ثابت. والمساعدين الأمامية مقلوبة، والفرامل بتاعته قوية تخليك واثق من نفسك. لو انت ركبت الجيل الأول وبعدين التاني هتحس إن الأول ولد محترم، بس التاني شاب متهور. وخد بالك ده مش معناه إن هو مرعب، ده بالعكس خالص. الهورنت 2007 كان من أسهل الموتوسيكلات اللي انت ممكن تركبها، بس أول ما تفتح بنزين يقولك أنا جاهز. أجمل حاجة فيه إن هو ما كانش غالي، وبالرغم من إن هو ساعتها ما دخلش أمريكا، بس أوروبا وآسيا اتبنوه كأفضل 600 نيكد في السعر ده. بالنسبة لعيوبه ما كانتش قاتلة، يعني مثلا الموتوسيكل ده حساس للبنزين الوحش، وحساس للزيت الرديء برضه، والبامب بتاعت ABS ممكن في بعض النسخ تبوظ، لكن غير كده الموتوسيكل ده كان سابق عصره. بعد 2013 فجأة اسم الهورنت اختفى، ولا كأنه كان موجود قبل كده. هوندا بدأت الاسم ده بالCB 650F، بعد كده عملت الCB 650R. بس جمهور الهورنت ما كانش مقتنع بالموضوع ده. ليه؟ لأن الهورنت 600 كان الصوت بتاعه بيطلع من الموتور بتاعه اللي هو كان اللاين 4، بس 650 كان أهدى وأنعم، وتحس إن هو مودرن بس بدون الشخصية اللي الناس حبتها قبل كده. الهورنت الحقيقي كان صوت وإحساس، وكان لازم الاسم ده يرجع. في 2023 هوندا رجعت الاسم تاني هورنت، بس رجعته بشكل محدش توقعه. بدل الانلاين 4 حطوا بارل توين. الناس اتصدمت، وناس قالت ده مش هورنت، وناس قالت يا جماعة اسمعوه بس الأول. الموتور الجديد 750 سي سي، والعزم 75 نيوتن متر. الصوت بتاعه ما كانش شبه الانلاين 4، بس كان الموتوسيكل خفيف لدرجة ان انت تحس ان هو سلاح. الفكرة كلها ان هوندا بصت للسوق لزي الياماها MT7 وللGSX 8S وللديوك 790، فقالت انا هدخل المنافسة بس بالطريقة بتاعتي. الCB 750 مش احسن واحد في الفئة بتاعته، بس هو عامل حاجة محدش بيعملها، ان في توازن ما بين القوة والراحة والسعر، زي ما كانت الهورنت 600 بتعمل زمان. العفشة بتاعته أمامية مقلوبة ممتازة، والفرامل بتاعته راديال، وفي شاشة TFT، وفي تراكشن كنترول، وفي المودز بتاعت الرايد، وفي طبعا كويك شيفتر. بس لسه لحد دلوقتي في ناس كتيرة مش مقتنعة، لأن الانلاين 4 كان ليه صوت الهورنت الحقيقي. ليه الهورنت في مصر بقى أسطورة؟ في مصر الهورنت ده مش مجرد موتوسيكل، دي مرحلة في حياتك. تركبه في الجامعة، تركبه في شغلك، تسافر بيه، تبيعه وترجع تشتريه من غير ما تحس. ليه الناس بتحبه كده؟ لأن الهورنت بيقدم حاجة نادرة، موتوسيكل واقعي بس ممتع، وما بيبص، وقطع غياره في كل حتة، وصيانته مش غالية، وكل ميكانيكي فاهمه. ممكن تلاقي شاب عنده 20 سنة جايبه، وراجل عنده 45 سنة راكب واحد زيه. وده دليل إن الهورنت مش موضة، ده موتوسيكل عايش مع ناس كتير وهيفضل يعيش. وفي النهاية لما تيجي تبص على سلسلة الهورنت كلها، من أول CB 750 اللي قلب صناعة الموتوسيكلات في سنة 69،
لحد الهورنت 600 بيجيله الأول اللي كان بسيط وجامد، والجيل التاني اللي اتولد في السباقات، لحد رجوع الاسم من جديد في 2023. هتفهم إن الهورنت مش مجرد موتور، الهورنت فكرة، الهورنت روح، الهورنت محاولة مستمرة من هوندا إنها تديلك موتوسيكل متواضع في الورق بس عظيم في الإحساس. الموتوسيكل ده تقدر تسافر بيه وتلف بيه في الزحمة وتسمع صوته فوق 10,000 RPM وتضحك من غير ما تفكر. ولو سألت أي حد راكب هورنت سواء الجيل الأول أو الجيل التاني هتسمع نفس الجملة: الموتوسيكل ده بيحببك في السواقة. ويمكن دي أكتر حاجة خلت الهورنت يعيش، خلى ناس كتير تشتريه وتبيعه وترجع له، خلى ناس تحفظ صوته وتحب طريقته وتسافر بيه وتعمل عليه ذكريات. الهوندا هورنت مش أسرع 600 ولا أقوى 600 ولا أكتر واحد فيه تكنولوجيا، بس واحد من أكتر الموتوسيكلات صدقاً وتوازناً اتعملت في تاريخ هوندا. دلوقتي بقى دورك، اكتب لي تحت أنهي جيل من الهورنت انت شايفه الأقرب لقلبك، ولو نزل قدامك هورنت 600 وحد من الجيل الجديد هتختار مين وليه؟ أنا كريم، ودي كانت حكاية الهوندا هورنت.